مساء الخير، ازيكم؟ انا ريهام فتحي. للناس اللي لسه ما تعرفنيش، النهارده حبيت اتكلم عن 3 حاجات. اول حاجه اعرفكم بنفسي اكتر، لان انا كل مره ببعت للناس البروفايل على لينكد ان. فقلت اعمل فيديو صغير كده. الحاجه التانية هتكلم ازاي ان احنا الاوبشنز اللي عندنا ان احنا نسهل ان احنا ناخد السي بي اي ان شاء الله باذن الله. الحاجه التالتة هشرح حاجه صغنطوطه كده. إيه في ناس كتير قالت لي يا ريهام، طب احنا محتاجينك تشرحي حتى لو حاجه صغيره. إيه فقلت احكي لكم قصه من القصص اللي احنا بنحكيها في الكورس عشان المعلومه تثبت. إيه خليني ابتدي اقول ان انا اخدت السي بي اي من حوالي 17 سنه، وبعدين سافرت امريكا. بعد ما رجعت من امريكا درستها في الجامعه الامريكيه في بيكر، وبعدين اشتغلت في برايس ووتر هاوس كوبرز، وبعدين اشتغلت بعدها في شركات مالتي ناشونال بقى لأكتر من 10 سنين. آم، التدريس بالنسبة لي is my passion، لأن ده آم، انت حرفيا انت بتنور عتمة انسان، ان هو يبقى عنده ثقة في نفسه، وان هو يقدر يحقق ان شاء الله وياخد السي بي اي. في اخر بقى الحلقة النهاردة هقول لكم السر اللي خلى ربنا يغير كل الاقدار علشاني، عشان يقر عيني للسي بي اي. ده لأي حد نفسه في حاجة واستحالت الأسباب واستعصت الأمور. هقولك ازاي تخلي بركة وفرج ربنا يجري وراك بالمشوار ويسر لك ما لا يتيسر، بس ده في الآخر إن شاء الله. نتكلم عن الكورس. احنا بندي في الفار، احنا بادئين بالفار دلوقتي. الفار بتاخد افريج من 3 ل5 شهور على حسب المجموعة، درجة استيعابها، بعدد الوقت بتاعها اللي هي بتذاكر فيه. لان انا بالنسبة لي انا مش بدرس ان انا اديتك الكورس ويلا باي باي، لا، ساعات بنوقف لحد ما الناس بتذاكر، عشان السي بي اي عاملة زي العقد، لو فرط منك واحدة خلاص لا قدر الله ضاعت الموضوع. فلازم هي زي بالظبط تحطها دايما في بالك ان عامله زي العقد، فرطت حاجه صغنونه اوعى. انا بكررها تاني اهو. إيه، حاجه تانية، احنا ازاي هنسهل الكورس الناس تاخده. عندنا 3 اوبشن ان انت تحضر الكورس. احنا زي ما اتفقنا قلنا بناخد 16 ساعه في الشهر، 4 ساعات في الاسبوع على محاضرتين، كل محاضرة ساعتين، وبين كل ساعة وساعة من 15 ل 20 minutes بريك. ده اول اوبشن. الاوبشن التاني ان احنا بندي 1 to 1 sessions، يعني انت لو واخدها سيلف ستادي واقف عليك بعض البارتس او الاسئله او مثلا في الشرح مش مفهوم، احنا ممكن نقعد مع بعض، تجمع لي الحاجه وبتبعتها لي ونقعد مع بعض 1 to 1 ساعه مثلا او ساعتين على حسب احتياجك. فدي اوبشن تاني. اوبشن التالت ان احنا عندي الحمد لله بفضل ربنا وحده المحاضرات مسجله مع الهاند اوت. انا بدرس من كتب بيكر 2024. بيكر كتب قوية جدا، بس الفكرة ان هي بتتعامل، او كل كتب سي بي اي بتتعامل معاك ان انت يعني on a very sophisticated level، فبيبقى في بعض الحاجات بتمر عليها مرور الكرام، او مش بتدي امثله كافيه، او حتى بتشرحها بطريقه very sophisticated. فعشان كده موجود الهاند اوت، ان احنا الاجزاء دي بيبقى عليها امثله، بنعيد صياغه الكلام بحيث يبقى مفهوم بالنسبه لك. وبالذات مثلا زي الشابتر الاولاني بتاع السكيورتيز وبتاع الكومن ستوك والحاجات دي، لان اغلب الناس ما بتشتغلش في الجزئيه دي مثلا، حاجه زي كده. فده كده 3 حاجات اللي احنا قلناهم. الكورس بناخد 1 to 1 sessions، او بناخد المحاضرات مسجله، او بناخد الهاند اوت معانا. هو دي الطريقه. طيب، حاجه تانية بقى، تعالوا نشرح، نقول بسم الله الرحمن الرحيم.
وصلوا كلكم كده على النبي عليه الصلاة والسلام، ونبتدي الحكاية بكان يا مكان. النهارده هنشرح حاجة عن اللي هي اللون كونستراكشن، اللون على الكونستراكشن، انترست اكسبنس. يا ترى امتى الانترست اكسبنس بتبقى على الكونستراكشن لون؟ بتبقى كابيتالايزد وبتبقى اكسبنسد امتى وازاي؟ دي بقى ليها حكاية ليها العجب. بصوا بقى، في بلد بعيدة، البلد دي كلها كانت قايمة على الكونستراكشنز، وكان فيها شركتين، في الشركة الطيبة وفي الشركة الشريرة. الشركة الطيبة كانت لطيفة ودايما هي بتفولو الرولز بتاعت جاب. الشركة الشريرة كانت بتهزر وكانت بتلعب بديلها وكانت doesn't follow rules بتاعت جاب. فحصل في يوم من الأيام إن هما قرروا إن هما يبنوا مشروع كبير. فاللي ان الكونستراكشن بيبقى الفلوس بتاعته كتيرة وبيبقى على لونج تيرم، فلازم هي بتبقى الطبيعة بتاعته ان احنا بنروح واحنا بنستلف فلوس من البنك. البنك ده كان اسمه بنك جاب. جاب كان ليها شروط عشان تقدر تديلهم الفلوس دي. فراحوا لها هما الاتنين، الشركة الطيبة والشركة الشريرة، وقالوا لها يا ست جاب احنا محتاجين ناخد لون. فجاب قالت لهم طيب اللون ده انتوا عايزينه ايه؟ قالوا عشان الكونستراكشن. سألت الشركة الشريرة اللئيمة بقى، قالت لها طيب الانترست اكسبنس انا عايزة استفاد منها. قالت لها بصي بقى، عشان تستفادي منها في 3 شروط. الشرط الاولاني ان انتي تاخدي اللون ويبقى عليه انترست. الشرط التاني ان انتي تاخدي قرار فعلا make a decision او take a decision ان انتي تبني فعلا. الشرط الثالث ان احنا نحطها في حيثيات التنفيذ. فدخلت الشركة الطيبة قالت لها بس انا البنى بياخد معايا وقت من التصاريح ومن اللي هي البيرمتس والحاجات دي. طب انا افرضي انا خدت اللون وخلاص انا بدأ عليه انترست اكسبنس وخدت الديسيجن، طب وبعدين وقدمت على البيرمت، ساعات بتقعد بالشهور والبلانز بتاعت المهندسين بتاخد وقت. قالت لها مش مشكلة طالما ان انتي خدتي ال3 شروط، ولازم يكونوا ال3 شروط جمعاء زي ما كان بيقول ونيس محمد صفحي، جمعاء ال3. لازم ان احنا اخدنا اللون وعليه انترست وعليه انترست تيك ديسيجن وحطيناه في حيثيات التنفيذ. قالت لها ساعتها حتى لحد ما تبدأي خدتي وقت في اللي هي البيرمتس وبتاعت اللي هي الرسومات الهندسية والكلام ده، لحد ما انتي تبدأي تحفري. فكل الكلام ده انا ممكن ان انا هزود لك بيه الاصل بتاعك، وهاخد لك الانترست اكسبنس واحطها لك كابيتالايز. هتبقى فين؟ هتبقى في اللي هي الاسيت بتاعت الكونستراكشن او الايه بتاعت الاسيت بتاعت الكونستراكشن، البيلدينج اللي انت هتبنيه عشان تكسبي فيه. قالت لها ده كلام جميل. فقالت لها الشركة الشريرة، قالت لها بس انا ساعات ان البرايسز بتعلى جدا، فبالتالي انا بوقف الكونستراكشن لحد ما الاسعار ان هي تهدى شوية. قالت لها لا، لو انتي intentionally انتي وقفتي البنى لأي سبب من الأسباب intentionally، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انا مش هسيبك واحطها لك اكسبنس وهتتحط في الانكم ستيتمنت ومش ههنيك عليها ومش هخليها لك كابيتالايزد ومش هعلي لك قيمه الاصل بتاعك، فبالتالي هتعملي بروفيتس اقل. فجت الشركه الطيبه قالت لها طب انا دلوقتي ساعات بيحصل الناس اللي هم الليبر، الناس اللي هم العمال بيعملوا سترايك. قالت لها طالما unintentionally يبقى مفيش مشكله، يبقى انتي مالكيش ذنب، انا هحسبها لك ان هي تبقى كابيتالايزد عندك في البالانس شيت. فبجد بقى الشركه الشريره بتتلائم على جاب. فقالت لها طيب انا دلوقتي لو خدت لون على 12 شهر ورايحه ابني مبنى هو 12 دور، وجيت انا خلصت المبنى كله في الشهر العاشر، اخر شهرين هستفاد منهم؟ استفاد منهم بقى؟ لا، اسألي نفسك سؤال، الانتندد يوز بتاع اللون ده كان ايه؟
لها فور كونستراكشن. قالت لها طالما الكونستراكشن خلص يبقى الشهرين الاخرانيين طالما فولي ان هو خلاص فولي سبستانشالي كومبليتد، تمام، او كومبليتد، يبقى خلاص هتحطها انترست اكسبنس. قلت لها خدي بالك ان انتي خدي بالك انا هحسبها لك كمان برو ريتا، يعني انتي لما تيجي كمان ان انتي بنيتي وخلصتي سي مثلا انتي خلصتي 7 ادوار، تمام، وانتي فاضلك فيها 5، ساعتها ال7 ادوار اللي خلصوا اللي هم سبستانشلي كومبليتد او كومبليتد دي هحطها لك انترست اكسبنس، والجزء اللي هم ال5 ادوار برو ريتا هحطها لك فين؟ هحطها لك تبقى كابيتالايزد على الاسيت بتاعك، هحطها لك الانترست اكسبنس كابيتالايزد. جت الشركه اللي هي الطيبه قالت لها كده انا خلاص فهمت ان انتي الحاجات اللي انتي قلتيها، يبقى معنى كده ان انا عشان اعمل كابيتالايز للانترست لازم ال3 شروط جمعاء، ان انا اخدت اللون، ان هو بدأ عليه انترست، ان انا I took the decision، ان انا I started actively في حيثيات القرار، زي ان انا I submitted البيرميتس بتاع اللي هو البنى، حتى لو خد وقت شوية دي مش مشكلة، فدي معايا. وجاب الشركة الشريرة قالت لها خلاص انا كده عرفت اي حاجة intentionally هوقف البنى خلاص هتبقى الانترست اكسبنس هتتحط في الانكم ستيتمنت، لكن لو كانت intentionally ساعتها هحطها فين؟ هحطها في البالانس شيت. وهنحط بروريتا اللي هما الجزء اللي هو خلاص اكتمل من البنى. نسأل نفسنا اللون ده احنا واخدينه عشان ايه؟ عشان نبني. طب البنى لو هو partially completed بس الوحدات نفسها substantially completed خلاص بتبقى capitalized. دي كانت حكاية من الحكايات اللي بنحكيها في الكورس علشان الحتة دي ناس كتير بتتلخبط فيها. جه بقى اوان السر. اللي فيكم نفسه في حاجة واستعصى عليه الامر سواء CPA او غير CPA، مفيش حد اصدق من ربنا. ربنا قال من ترك لأجلي عطته فوق المزيد وأردت له ما يريد وألنت له الحديد. وانا مثال حي قدامكم. كان نفسي جدا اطلع مضيفة واسافر والف العالم كله، ولما جات لي ان انا اشتغل مضيفة كانت في اميريتس ايرلاين، كنت لبست الحجاب قبلها ب3 ايام تقريبا ومرضتش على الحجاب. ساعتها واحدة صاحبتي قالت لي ربنا يهديكي اللي انت نفسك فيه. قلت لها ليه؟ قالت لي الحديث القدسي ده. فضل يرن في وداني لحد سبحانك يا رب. والله ربنا لين لي الحديد وخلى لا ممكن ممكن، والمستحيل بقى حاجة تيجي في أقل من ثانية. أنا عايزاك تعمل كده أو تعملي كده كده، خدت حاجة. ربنا بيغير الحال من الحال كده. بس انت صدق ربنا، ربنا مش هيكذب، استغفر الله العظيم أبدا، وهو قادر، بس انت صدقه. ولما يستعصى عليك أمر اعملوا زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعمل للأخوة المسيحيين. أنا معرفش بيبقى يعني لو كنت عندي المعلومة كان زماني قلت نصحت، لكن أنا عارفة عن الإسلام. فقوم صلي ركعتين وروح لربنا وانت بتقول يا رب أنا مش قادر ومش عارف وتعبت، ولا حول ولا قوة إلا بك. والله العظيم والله العظيم والله العظيم بتنحل. ما تخليش الدعاء آخر اوبشن، خليه أول اوبشن، واعمل زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام عمل. والله العظيم والله العظيم والله العظيم هتشوفوا العجب. يا رب أيامكم كلها حلوة، وربنا يطمنكم ويرزقكم البركة والطمأنينة والسكينة وراحة البال وبركة أرزاق الدنيا والآخرة، اللهم آمين.
اشوفكم على خير، تصبحوا على خير. ريهام.